Üstad Münir Sait aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. إحسان عطايا رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية في حركة جهاد الإسلامي في فلسطين. بالنسبة لعنوان هذا النشاط وهذا الاحتفال، هو في الحقيقة عنوان مهم جدا، لأنه يركز على الوحدة والتوحيد، على النجاة والخلاص من كل الاستكبار العالمي ومن كل الهيمنة. نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي الوحدة، نبي النجاة، هو الذي دعا كل العالم وكان إماما لكل العالم إلى دين التوحيد، إلى دين الإسلام، إلى الحرية والتحرر. الإسلام هو انبعاث الحرية من العبودية. الإسلام كان أضاء كل العالم بنور المحبة والإخاء ومكارم الأخلاق والسلام والسماحة. الإسلام وحد كل العالم، ألغى كل القوميات والجنسيات واللون البشري والعرق البشري. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالتقوى هي عنوان الإسلام، عنوان التفاضل، عنوان الارتقاء. ولذلك في هذا الوقت العصيب وفي هذه المرحلة الحساسة لابد من الإشارة إلى أن وحدة الأمة هي أساس الانتصار، وهي أساس النجاة، وهي أساس الخلاص. ولذلك أعداؤنا يعملون من أجل تمزيق هذه الأمة ومن أجل تفتيت هذه الأمة. علينا أن نكون موحدين يدا واحدة، صفا واحدا، بوجه الاستكبار العالمي، بوجه العبودية والاستعباد، من أجل أن نتحرر، من أجل أن نحلق في فضاء الحرية، في فضاء الإسلام، في فضاء وعالم مليء بالقيم الأخلاقية، بعيدا عن العبودية والاستعباد، بعيدا عن التبعية للشيطان الأكبر ولشياطين الإنس والجن وللمستكبرين والمستعمرين والمحتلين. دكتور محمود عاشور من سوريا. أتيت لأشارك في هذا المؤتمر المهم، هذا المؤتمر الذي يتكلم عن الوحدة، الوحدة بالمفهوم الإسلامي كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحد كل المسلمين وسار على نهجه الخلفاء الذين أتوا من بعده لتوحيد المسلمين تحت مجموعة واحدة حتى لا يتفرقوا. أما الوحدة الثانية هي الوحدة الإنسانية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركته في حلف الفضول، وهو مشروع إنساني بحت، وهو الاجتماع على القيم الإنسانية والمبادئ الإنسانية التي تحترم الإنسان بغض النظر عن دينه أو عقيدته أو مذهبه أو منطقته أو لسانه أو عرقه. أما الوحدة الثالثة التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوقوف مع المظلوم ضد أي ظالم. ونحن اليوم في هذا المؤتمر وفي هذا الجمع الطيب، بعد أن رأينا الظلم يعم بالبلاد في كل المناطق وفي كل الأديان، لا بد لنا أن ننطلق بوحدة إنسانية تجمع كل الإنسان للوقوف في وجه كل الظالمين، وللوقوف مع كل المظلومين في كل مكان بغض النظر عن انتمائه ولسانه ودينه وعقيدته. نحن يجب علينا أن نقف مع المظلوم. وديننا الإسلامي وشرعنا وخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرم الظلم، كل الظلم بغض النظر عن دينه. لا يحق لك أن تظلم مسلما، ولا يحق لك أن تظلم نصرانيا ولا يهوديا، ولا يحق لك أن تظلم أحدا، ولا يحق لك أن تظلم نفسك. وبالتالي إذا نحن اليوم نعيش في هذا الجو الإيجابي الذي يتكلم لنا عن وحدة الإنسان ضد كل ظلم، ووحدة الإنسان على القيم الإنسانية، ووحدة الإسلام على مبادئ الإسلام
بغض النظر عن الاختلافات التي وردت في فرعيات كثيرة إن خضنا بها نتصادم ونتقاتل. ونحن اليوم أحوج أن نتمسك بنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوحدة الإنسانية. وأقول وأنا أعيش فرحة النصر في سوريا، لا بد لنا أن نتشارك ونتشابك كل الشعب السوري مع كل الشعب التركي مع الشعوب الأخرى الموجودة في العالم التي تعاطفت معنا في السابق في قصتنا وحكايتنا وحزننا، واليوم نعيش بنصر، لنقول لكل العالم يجب أن نتحد حتى نقف في وجه الظلمة الذين يريدون للإنسان الشر وإلحاق الشر به في كل مكان. فحبذا لو توجهنا ونسينا اختلافاتنا، توحدنا، توحدت قلوبنا، توحدت عقولنا، وتوحدت الأدوات، لأن الجاهلية اليوم والظالمين متوحشون تجمعوا وعندهم الأدوات الكثيرة التي يستطيعون من خلالها أن يلحقوا الأذى بكل إنسان في كل مكان. فكيف نواجه هذا الطغيان؟ لا بد لنا أن نرتب أمورنا، أصحاب الحق، أصحاب الإنسانية، أصحاب الإيمان، أصحاب العقيدة، الإسلام بكل مبادئه وفروعه كذلك يحض على ذلك، ونحن مضطرون لنكون كذلك حتى لا يقع الظلم علينا كما وقع في السابق. كم نحن بحاجة اليوم لأخلاق نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كم نحن مسرورون بهذا الجمع الذي جمع العربي مع التركي مع الكردي مع كذا تحت عنوان إنساني وتحت عنوان الإسلام. وهذا مهم عندنا اليوم وغدا وبعد غد. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. لكن في أناس يريدون الظلم، كيف نردهم بوحدتنا وباجتماعنا؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمود محمد من اتحاد علماء تركستان الشرقية. اليوم نحن نشارك في فعالية قائد الوحدة المقامة في ميدان باشلر للاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا وهذه الفعالية تحيي في قلوبنا حب النبي عليه الصلاة والسلام ومسيرته في الدعوة إلى الله عز وجل وجهاده وما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام في حياته من الابتلاءات. ونحن كأمة الإسلام اليوم نتعرض لابتلاءات كثيرة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، ومثل هذه الفعاليات يكون سببا لتذكيرنا ولتذكير إخواننا المسلمين جميعا بقائدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما تعرض له وأيضا يكون سببا لإيقاظ الهمم ورفع المعنويات لدى الأمة المسلمة، حتى نكون مستعدين لبذل ما نستطيع لرفعة هذا الدين ولرفعة هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك على القائمين في هذه الفعالية، وأن يكون هذه الفعالية مسيرة نجاح للقائمين عليها. وأيضا أذكر نفسي وإخواني جميعا بهذه المناسبة ألا ينسوا إخوانهم في كل مكان، سواء في فلسطين أو في تركستان أو في غيرها، لأن المؤمن يؤجر على نيته، والنية أهم من الفعل. ولذلك علينا أن ننوي جميعا أن ننصر المسلمين حيث كانوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.